في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن 3 ملوك مهمين حكموا بعد أحمس الأول، وهم أمنحتب الأول وتحتمس الأول، ووقفنا عند الملك تحتمس الثاني واللي بيبقى جوز الملكة حتشبسوت وكمان أبو الملك العظيم تحتمس الثالث. بعد ما تحتمس الثاني توفى كان المفروض يمسك الحكم بعده ابنه تحتمس الثالث، لكن في الوقت ده كان صغير جدا على إنه يتولى الحكم، فحتشبسوت أخدت خطوة كبيرة وقررت تعلن نفسها ملكة على مصر، وأخدت اللقب الملكي معتكرع. طبعاً الشعب ما كانش موافق على إن واحدة ست هي اللي تتولى حكم البلاد، رغم إن حتشبسوت ما كانش عندها أي مشاكل من ناحية الحقوق الملكية في تولي الحكم، لأنها بنت ملك وأمها كمان من أصل ملكي. فقررت تعمل حيلة ذكية وابتكرت قصة الولادة الإلهية، وقالت للكهنة إنها شافت في المنام الإله أمون وإنه اختارها علشان تتولى العرش، وقالت كمان إنها بنت أمون وإن الإله بنفسه هو اللي منحها حق الحكم، وعلشان كده اتسجل إنها بنت الإله أمون، وده كان معناه إن ولادتها مش عادية، وبكده قدرت تكسر القيود الاجتماعية اللي كانت بتقول إن الملك لازم يكون راجل. حتشبسوت كتبت القصة دي على جدران معبدها الجنائزي في الدير البحري بالأقصر، واللي بيعتبر واحد من أهم المعابد اللي بتوثق فترات الدولة الحديثة. ورغم كده حتشبسوت كانت دايما بتظهر بمظهر رجولي، وده باين جدا في التماثيل اللي موجودة في الدير البحري، لأن الفرعون زمان كان بيمثل رمز القوة والسلطة، والصورة الذكورية كانت دايما المعيار التقليدي للفرعون. علشان كده لما حتشبسوت أعلنت نفسها فرعون ظهرت بملامح ذكورية زي لبس اللحية والتاج الملكي، وده علشان تثبت للناس إن حكمها كان شرعي ومقبول حتى لو كانت أنثى، وكمان علشان الآلهة المصرية زي أمون كانت بتتجسد في شكل ذكوري، وسوءة الفرعون كانت دايما مرتبطة بالمظهر الإلهي، فكون حتشبسوت تظهر بشكل ذكوري ساعدها تربط نفسها بالآلهة بطريقة تعزز من سلطتها. غير كده المجتمع المصري وقتها كان متأثر جدا بالعادات والتقاليد اللي كانت بتفضل القيادة الذكورية، فحتشبسوت رغم إنها كانت ليها أحقية كاملة في الحكم اضطرت تتبنى المظهر الذكوري علشان تتفادى أي اعتراضات ممكن تواجهها من الشعب. المهم إن حتشبسوت استلمت الحكم، وكانت في الوقت ده الوصية على تحتمس الثالث لحد ما كبر، وفي الفترة دي كانت بتخضعه لتدريبات عسكرية، وده ساعده يكون شخصية قوية وخلاه يبقى قائد عسكري بارع. وحتشبسوت ما كانتش بتثبت حكمها على الورق أو من خلال وثائق مكتوبة بشكل إداري، لكن قدرت تثبت قوتها كفرعون من خلال إنجازات ضخمة زي بناء معبد الدير البحري اللي بقى واحد من أعظم المعابد في تاريخ الدولة الحديثة، واللي بيوثق فترتها بشكل واضح. المعبد ما كانش مجرد عمل فني، لكنه كان رمز للخلود علشان يعكس علاقة حتشبسوت بالآلهة، وكمان أضافت صروح وأعمدة ضخمة لمعبد الكرنك، ونظمت بعثات تجارية مشهورة لبلاد بونت. البعثة دي جابت لمصر سلع ثمينة زي البخور والأبنوس، وكانت دليل على ثراء مصر وفتحها لأسواق جديدة. ده غير إنها عززت العلاقات الاقتصادية مع البلاد الخارجية، وعملت كمان تعديلات في النظام المالي، واللي ساعد في استقرار الدولة وازدهارها، وخلت فترة حكمها من أكتر الفترات اللي شهدت سلام نسبي في مصر. وبرغم كل ده فترة حكمها كانت دايما فيها مشاركة رمزية لتحتمس الثالث، وده واضح في الصور والنقوش اللي بتوضح إنهم كانوا بيظهروا مع بعض في بعض المناسبات. السؤال المهم اللي بيتسأل دايما هو: هل فعلا حتشبسوت كانت بتحاول تبعد تحتمس الثالث عن العرش، وإنه لما كبر كان بيحاول يمحو اسمه من التاريخ؟ في الحقيقة مفيش أي دليل تاريخي بيقول إن حتشبسوت كانت بتحاول تبعده عن الحكم، بدليل إنها بعد ما بقت وصية عليه اهتمت بتدريبه وتوجيهه في شؤون الحكم، وده كان بهدف إنها تضمن إن الوريث يتعلم كويس الفنون العسكرية والسياسية قبل ما يستلم العرش. المعبد ما كانش مجرد عمل فني، لكنه كان رمز للخلود علشان يعكس علاقة حتشبسوت بالآلهة، وكمان أضافت صروح وأعمدة ضخمة لمعبد الكرنك، ونظمت بعثات تجارية مشهورة لبلاد بونت.
البعثة دي جابت لمصر سلع ثمينة زي البخور والأبانوس، وكانت دليل على ثراء مصر وفتحها لأسواق جديدة. ده غير إنها عززت العلاقات الاقتصادية مع البلاد الخارجية، وعملت كمان تعديلات في النظام المالي واللي ساعد في استقرار الدولة وازدهارها، وخلى فترة حكمها من أكتر الفترات اللي شهدت سلام نسبي في مصر. وبرغم كل ده، فترة حكمها كانت دايماً فيها مشاركة رمزية لتحتمس الثالث، وده واضح في الصور والنقوش اللي بتوضح إنهم كانوا بيظهروا مع بعض في بعض المناسبات. السؤال المهم اللي بيتسأل دايماً هو: هل فعلاً حتشبسوت كانت بتحاول تبعد تحتمس الثالث عن العرش، وإنه لما كبر كان بيحاول يمحى اسمها من التاريخ؟ في الحقيقة مفيش أي دليل تاريخي بيقول إن حتشبسوت كانت بتحاول تبعده عن الحكم، بدليل إنها بعد ما بقت وصية عليه اهتمت بتدريبه وتوجيهه في شؤون الحكم، وده كان بهدف إنها تضمن إن الوريث يتعلم كويس الفنون العسكرية والسياسية قبل ما يستلم العرش. وإنه من الطبيعي جداً لما حتشبسوت تولت الحكم كان لازم تضمن استقرار الدولة وتحافظ على الشرعية الملكية، علشان كده كان لازم تبقى وصية على تحتمس وهو لسه صغير. وبعد وفاة حتشبسوت ظهر تحتمس الثالث في فترة حكمه كشاب بقوة، وده كان بفضل تربية حتشبسوت ليه، لأنها لو كانت عايزة الحكم يفضل ليها ما كانتش هتضمن إنه يتدرب كويس ولا كانت هتخليه يستعد للحكم من الأساس. وبالنسبة للجدل حوالين إن تحتمس الثالث كان بيحاول يمحو اسمها من التاريخ، فده مش بالضرورة يكون بسبب الانتقام منها، بدليل إن في صور ونقوش بتجمعهم سوا في مناسبات رسمية. الدوافع المحتملة للمحو بالنسبة لبعض الباحثين هي إن تحتمس الثالث كان بس عايز يأكد إن الحكم للراجل بس، وإنه يرجع التقاليد القديمة، وده بهدف إنه ينهي على أي اضطرابات حصلت بسبب إن ست مسكت الحكم في وقت سابق. وفي رأي تاني بيقول إن عملية المحو دي ممكن تكون حصلت بعد وفاة حتشبسوت على إيد بعض الكهنة اللي كانوا بيميلوا لفكرة السلطة الذكورية التقليدية، علشان كده ما نقدرش نقول بشكل قاطع إن حتشبسوت كانت بتحاول تبعد تحتمس عن العرش، وإن اللي حصل ممكن يكون محاولة لإعادة صياغة التاريخ علشان تتلائم مع المفاهيم التقليدية عن حكم الراجل في مصر وإزالة التأثير النسائي. وفاة حتشبسوت كانت نتيجة لأسباب طبيعية، فما فيش مذكور إن حكمها انتهى نتيجة معركة أو انقلاب داخلي مفاجئ. لكن للأسف ما فيش تقارير بتوضح سبب وفاتها، لكن المعروف إن المومياء الخاصة بيها اتلاقت في خبيئة بالدير البحري، وكانت طريقة دفنها متقنة جدا زي كل ملوك الفترة دي. فترة حكم حتشبسوت كانت فترة استقرار تام، لأنها ما دخلتش في أي معارك ولا عملت أي حملات تأديبية. بيجي بعدها ملك من أعظم الملوك في التاريخ، تحتمس الثالث، اللي كان قائد عسكري بارع جدا وقاد 16 حملة عسكرية من غير ما يخسر ولا واحدة. واحدة من المؤرخين بيسموه نابليون مصر، بس نابليون اتهزم أكتر من مرة في حياته، لكن تحتمس ما اتهزمش قبل كده، فالمفروض المقارنة الصح تكون مع الإسكندر الأكبر اللي ما اتهزمش ولا مرة في حياته. تحتمس مسك العرش وبدأ يشق طريقه في الحروب العسكرية. بعد وفاة حتشبسوت الأمراء بدأوا يحاولوا يخرجوا عن سيطرة مصر وبدأوا يعملوا مشاكل، فقرر يحط حد للموضوع على طول. وكمان علشان يوسع نفوذ مصر في كل مكان خرج بأول معركة، وهي معركة مجدو، واللي تعتبر من أشهر معارك ليه. وجه تحتمس حملته الأولى ناحية جنوب فلسطين اللي هي منطقة كنعان علشان يضمن أمان الممرات التجارية ويأكد سيطرته عليها، وكمان يضع حد لمحاولة التمرد، لأن في بعض الأحيان القبائل الكنعانية كانت بتتحالف مع بعض ضد نفوذ مصر بقيادة ملك قادش، وده كان بيشكل تهديد كبير على المنطقة. فتحتمس قرر إنه يقلب الطاولة عليهم، وخرج بجيشه اللي كان عدده حوالي 10,000 جندي. تحرك من عند القنطرة ووصل لغزة بعد 9 أيام، وبعدها قطع المرحلة التانية في 10 أيام تانيين، وبكده وصل لسفح جبل الكرمل وعمل معسكر هناك. كان قدامه 3 طرق علشان يوصل للمدينة، منهم طريقين سهلين وطريق صعب جدا وضيق اسمه طريق أرونا، وهو طريق بين جبلين ضيق جدا وكل القادة نصحوه ما يمشيش منه.
لكن تحتمس كان ذكي جدا وصمم إنه يمشي بجيشه من الطريق الصعب قبل ما الأعداء يكونوا مستعدين، وفعلا كانت قوة. العدو كان مستعد في الطريق التاني، معتقدين إن جيش تحتمس هيجي منه، لكن الجيش جه من الطريق اللي ما كانش متوقع خالص، وهجموا عليهم فجأة وانتهت المعركة بانتصار ساحق. لكن أمير قادش قدر يهرب، وده حصل وقت ما المصريين كانوا مشغولين بجمع الغنائم، واللي كانت عبارة عن 924 عجلة حربية و2014 حصان و200 درع و2000 راس عجل و1929 بقرة و20,000 راس من الماشية، وتم أسر حوالي 2503 من العبيد بالإضافة ل1000 قطعة ثمينة من المعادن والأحجار الكريمة. فضل تحتمس محاصر المدينة 7 شهور لحد ما استسلمت في الآخر. في الحملة الخامسة ظهر مظهر حربي جديد، وهو إنهم استخدموا القوات البحرية جنب الجيش البري. الحملة دي كانت متجهة لفينيقيا. المنطقة دي كانت مهمة جدا للتجارة البحرية، وموقعها مهم للسيطرة على الطرق التجارية والمؤن البحرية. اتحرك الجيش المصري بقيادة تحتمس الثالث ناحية فينيقيا، وكان مركز على المدن الساحلية زي بيروت وجبيل وصيدا. حصروا بعض المدن لفترة صغيرة لغاية ما استسلموا، وكمان اتجه لمدينة أرواد واستولى عليها. وفي السنة 30 من حكم تحتمس بدأت مدينة قادش تعمل مشاكل تاني، وحاكمها ما كانش لسه عاجبه الحكم المصري، وابتدى يحرض المدن اللي حواليه على تحتمس. فتحتمس مسكتش وبدأ يحرك جيشه ناحية قادش، ودي كانت الحملة السادسة من حملاته. في الوقت ده استيلاء تحتمس على فينيقيا كان في صالحه، لأنه استقر بأسطوله في واحدة من مدنها القريبة من قادش. حاصر الجيش المصري قادش واستمر الحصار لفترة طويلة، وده خلى أرواد تستغل الوضع وتعصي هي كمان الحكم المصري. لكن تحتمس قدر بحمد الله يتغلب على قادش ويهزمهم في الآخر، ولما انتهى اتجه لأرواد علشان يأدبها لأنها عصيته. رجع أخيرا تحتمس بجيشه لمصر منتصر كعادته، وبعدها بفترة خرج بحملته السابعة علشان يأمن المنطقة اللي كان مستولي عليها، وبالتحديد مدينة في فينيقيا اسمها إنراسو. بعدها تحتمس قعد يفكر، كان عايز يوصل لأبعد من كده، فقال إن تحتمس الأول وصل لغاية نهر الفرات، أنا بقى هعدي النهر وهستولي على المدن اللي هتقابلني. وفعلا جهز جيشه وبنى سفن علشان يتحركوا بيها في النهر، وده كان إنجاز كبير في الوقت ده، لغاية ما وصل لمدينة ميطاني في شمال الشام اللي كانت خصم قوي. لكن ملك ميطاني كان عارف إنه تحتمس أقوى منه، فقرر إنه ما يستناش حرب وخسائر وبعت ولاءه ليه، وده كان دليل قوي على قوة تحتمس في الوقت ده. حتى أكبر الملوك كانوا بيخافوا منه وبيعملوا له حساب. تحتمس قدر ينصب لوحة تذكارية على نهر الفرات جنب لوحة جده تحتمس الأول بتعلن عن إنجازاته العسكرية. تحتمس الثالث فرعون مصر العبقري ما اكتفاش بالانتصارات الأولى، وكمل بحملات من الثامنة لل16 غيرت شكل المنطقة كلها. في الحملة الثامنة وصل لحد نهر الفرات وضرب ميتاني ضربة قوية بعد ما فاجئهم بعبور النهر بالمراكب. الحملات اللي بعدها كانت لتثبيت سيطرته على المدن المفتوحة وجمع الجزية، وبنى فيها معابد وناقش انتصاراته. من الحملة ال12 لل14 واجه شوية تمردات في سوريا وفينيقيا، لكن قضى عليها بسرعة. أما في آخر حملتين فوسع حدود مصر أكتر ووصل بيها لأقصى مدى في التاريخ، وخلى كل الممالك التانية تحت حكمه أو بتدفع له جزية. تحتمس أثبت إنه مش بس ملك، ده كان عبقري عسكري بكل معنى الكلمة. تحتمس نقش كل انتصاراته في معبد الكرنك علشان يفتخر بالإنجازات دي ويبين للكل إنه ملك قوي، وأي حد هيطلع من تحت طاعه مصيره معروف. وكمان كان محافظ دايما على جيشه، مش بس وقت الحرب، كان بيدرب الجنود ويجدد السلاح ويجهز المراكب علشان يقدر يتحرك بسرعة وقت اللزوم. تحتمس الثالث كان بيتعامل بالدبلوماسية، وده اللي مش أي حد يعرفه عنه. فكر الناس عنه إنه كان بس راجل محارب ماشي يقتل في أي حد يعترضه، وده مش حقيقي أبداً. تحتمس الثالث كان راجل سلام، وما كانش بيطلع بحرب إلا للضرورة، وكان بيسيب حكام البلاد الخاضعة لمصر زي ما هم في مكانهم.
طالما هم كفء في إدارة بلدهم، لكن بشرط إنهم يطيعوا ويدفعوا الجزية بانتظام، وكان بس بيعين واحد مصري هناك علشان يراقبه ويتأكد إنه ماشي صح. لكن الإدارة نفسها كانت زي ما هي مع الحكام الأساسيين للبلاد دي، وده ما كانش أي حد بيعمل كده. المعروف إنه لما تسيطر على دولة معينة، اللي بيحكم الدولة دي بيبقى ملك من ملوك الدولة اللي سيطرت عليها، يعني بيبقى حد تبعهم هم، مش بيسيبوا ملكها في مكانه. فعلشان كده بنقول عن تحتمس الثالث إنه ملك دبلوماسي، ما كانش قاتل وصاع زي ما الناس فاكرة. تحتمس عمل حركة ذكية جدا، وهو إنه جاب ولاد ملوك البلاد اللي هزمها لمصر، وأمر بتربيتهم وتعليمهم عادات وتقاليد مصر. كان عايز يطلع الأمراء الصغيرين دول على حب مصر والانتماء ليها، وحركته دي كان ليها جوانب إيجابية بعد كده في عهد أمنحتب الثالث والرابع اللي هنتكلم عنهم كمان شوية. فالأطفال دي لما كبرت ورجعت لبلدهم كان عندهم ولاء لمصر حبا فيها، مش بس علشان خايفين من الملك ومع أي فرصة يقلبوا ضده. تحتمس قدر يخلي مصر أقوى دولة في الوقت ده، وأكبر الدول كانت بتعمل ليها حساب، مش بفكره العسكري وقوة سلاحه بس، كمان بتنظيمه وذكائه الإداري. انتهى حكم تحتمس الثالث بوفاته اللي كانت لأسباب طبيعية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الملك العبقري والدبلوماسي العظيم تحتمس الثالث، اللي قدر يخلي مصر في قمة مجدها، مش بس بقوته العسكرية لكن كمان بذكائه وحكمته في إدارة البلاد. في الحلقة الجاية هنكمل مع باقي ملوك الأسرة ال18، وهنبدأ بأمنحتب الثاني وتحتمس الرابع وأمنحتب الثالث. فأتمنى تشتركوا في القناة علشان تعرفوا الحلقات الجديدة.